انظر، اذهب إلى الخليج بشكل عام، ماذا يقولون عنكم كضاربة؟ كيف ينظرون إلى المرأة المغربية تحديدا؟ الإخوة المغاربة يسمون ملكهم أمير المؤمنين. ما أدري كيف أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين وبس. مغاربة المؤمنين يرونه أمير المؤمنين أم يرونه أمير المطبعين؟ أمير المطبعين مع شخبوط الرجيم لعنة الله عليه حق المطبعين. والله العظيم طلعوا العياشة حق المغرب من أن يعني نص في منتهى النتن، في منتهى القذارة، فيهم في دمهم هكذا يعني جينات الذل، جينات الانباح. خلاص وثن مع وثن فرحان أمير المؤمنين وثن جالس سمع له يا أخي، وبني آدم بني آدم، لا كبره، لا تسجد له، لا تركع له، لا تعمل له هذه الحاجات التي لا ينبغي إلا أن تكون لله، والركوع والسجود الصلاة بس. وانتم لأنكم منبطحين ولأنكم يعني ما تحبوش الكرامة، ما تحبوش الحرية. تعرفوش عكس الحرية؟ انتم عارفين، بس أنا ما أحب أذكر حاجة. انتم فيكم هذا الذي عكس الحرية. ولو أمطرت السنة حرية والله أنتم ما تقبلوها، تعملوا مظلة كذا، ما تقبلوا حرية ولا تقبلوا حتى توصل إليكم قطرة حرية هكذا، ما تحبوش. أساليب قدرة للسياحة لجذب السواح، منها الدعارة مثلا. بدل أن تنظفوا هذه الدعاية تزيدوا فوق فوق البلاء وبلوى. أي سياحة يا أخي عندك يا أخي؟ ما صدقنا خلصنا من موضوع الدعارة، تجي لي انتبه بها وجي تقول لي هذا ترويج للسياحة العالمية. فعليكم أن تفرحوا كمدمنين، لأن أمير المؤمنين انحاز إليكم ورضي بأن يكون مع المدمنين. للأسف الشديد تطبيع، وساخة، قذارة، فساد، بيرة، وبعدين ويجي هذيك الحاجات والوساخة. أنتم عارفين ما الذي يرافق السياحة.